اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد، على نبي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله. اللهم اقذف في قلبي رجاءك واقطع رجائي عمن سواك حتى لا أرجو أحدا غيرك. اللهم ما ضعفت عنه قوتي وقصر عنه علمي ولم تنتهي إليه رغبتي ولم تبلغه مسألتي ولم يجري على لساني مما أعطيت أحدا من الأولين والآخرين من اليقين. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. اللهم إنا نسألك فضلك ورحمتك فإنه لا يملك إلا أنت. ازيكم حبايبي اخواتي وبناتي الغاليين، يا رب دايما تكونوا في احسن حال. النهارده ان شاء الله هنعمل الايس كريم الاوريجينال، الايس كريم الطبيعي، الفاكهه الطبيعيه من غير لا ميه ولا لبن. حاجه كده بقى يعني خرافه، طعم من الخيال، تحفه. هنعمل اطعمه كتير جدا جدا جدا. دي فاكهه عندنا في الفريزر، هي موجوده دلوقتي او انتي مخزناها مثلا من الصيف اللي فات، زي المانجا عندي اهي، دي من الصيف اللي فات. ده خوخ انا جبته ونضفته وقطعته، وده اللي هو الكنتالوب برضو جبته ونضفته وقطعته، حطيتهم في الفريزر لحد ما اتجمدوا. دي بقى ايه؟ ده لبن مكثف او الحليب المكثف اللي بيقولوا عليه، ده اللي هندخله في الايس كريم، هيديله المطه وهيديله الطعامه وهيديله الجمال كله. ده يا حبايبي انا عاملاه على ايدي، عاملاه بكوبايتين لبن وثلاث ارباع سكر ومعلقتين لبن بودر، لحد ما شفتوا الجمال بالقوام واللون ولا الطعم خيال. النقطة منه بكرتونة من اللي بيتباع في المحل، اللي هو ال100 جرام معدي ال100 جنيه. ازاي؟ مش عارفة، واحنا بنعمله في البيت انضف واجمل مليون مرة. هنا بقى نشوف الحاجات اللي احنا هنزين بيها او هنستعملها، هنستخدمها في عمايل الايس كريم بتاعنا. احنا قلنا لا هنعمل لا بميه ولا بلبن. يلا بينا بقى واحده واحده كده نشوف احنا جايبين ايه، المكونات اللي هتخش في الايس كريم، وفي نفس الوقت اللي هنزين بيها. ده الحاجات الصغيره دي، ده البسكوت الشوكولاته وبسكوت حليب. ده بسكوت طعمه حلو قوي قوي قوي، حتى لو الاطفال تاكلوا كده هيبقوا فرحانين بيه جدا. كمان مع الايس كريم بقى هيبقى الفرحه فرحتين. بألف هنا وشفا. السوداني ده انت ممكن تجرشيه، انا جايباه يعني بستخدمه في حاجات تانية، بس انت ممكن تجرشي منه شويه وترشيه كده ايه على وش الايس كريم. على فكره تزيين الايس كريم يعني ليه طرق كتير قوي. دي برطمانات صغيره انا جايباها، الواحد ب10 جنيه، جايبه الاربعه ب40 جنيه. برطمانات نضيفه قوي، شكلها حلو جدا وتحفه بصراحه. انا جبتها للكريم شانتيه واللبن والشوكولاتات والحاجات دي، لان انا عندي البرطمانات يعني التانية انا استخدمتها في حاجات تانية تابعة للتوابل. بصوا قد ايه جميل، والبرطمان بياخد ربع كيلو مظبوط اهو. هنا الشوكولاتات دي تمن، التمن ب20 جنيه اهو. انا حطيت التمنين اللي هو الشوكولاته البيضاء والشوكولاته البني في برطمان واحد. بصوا يا دوبك هو واخدهم، هو البرطمان اصلا عبوته ربع كيلو. بصوا بسم الله ما شاء الله، بصوا جميل ازاي، جميل ونضيف وشيك قوي وحلو جدا، خصوصا للحاجات دي. على فكرة اللبن البودر اللي انا جايباه اللي هو النيوزيلندي الاصلي، اللي هو كامل الدسم، تحفة في كل حاجة انت تعمليها، حلويات تدخليه في اكلات، في اي حاجة، نضيف قوي قوي وطعمه حلو قوي قوي قوي، خصوصا في الاطعمة بقى اللي احنا هندخلها فيها زي الايس كريم، الحاجات اللي هي بلبن، رز بلبن، الصواني اللي هي الحلو، فظيع بصراحة. بصوا الحبوب دي برضو اللي هي دي شوكولاتة برضو بس صغيرة، يعني انا جايبة تشكيلات للتزيين مختلفة هنتكلم عليها كلها دلوقتي. ده بقى يا حبايبي كريم شانتيه، ده اعلى ماركة، ده المتحدة، ده اللي هو خالي من السكر. الخام المتحدة أعلى ماركة كريم شانتيه ممكن تستخدميها، بيديكي أعلى قوام وأحسن نتيجة في كل حاجة، جاتوهات، تورتات، آيس كريم، كل حاجة يا جماعة. الآيس كريم الكريم شانتيه خصوصا ما تستخسريش فيه، هاتي فيه أعلى حاجة عشان هيديكي أعلى نتيجة واجمل طعم. هنا بقى هنبدا نعمل الايس كريم بتاعنا. لو عندك بقى في فريزريك، عندك فراوله، عندك مانجا، عندك خوخ، عندك اي حاجه، شوفي الفاكهه الموجوده ايه. لو ما عندكيش هقول لك برده طرق كتير، احنا هنشوف في الاخر. عملت الفراوله، انا دخت بصراحه على الفراوله ما لقيتش، فهتشوفوا في الاخر انا عملت الفراوله ازاي. بصوا بقى، بص دي بقى المانجا. يقول لك المانجا تبقى متجمده، اوعي تحطيها متجمده، ممكن تكسر لك الاستراح بتاع الخلاط او الكبه. لا، خلي يا دوبك السكينه او الشوكه تغرس فيها، اشتغلي على طول.
متجمدة ماشي، بس مش لدرجة ان هي تبقى حديدة ان هي ما تكسر السلاح، لا، ان هي تبقى متجمدة، بس لو دخلتي فيها الشوكة تغرس فيها كده، تمشي في السلاح بتاعك او في الكبة، في الكبة بتاعتك او في الخلاط، وتديكي برضو القوام اللي انت عايزاه من غير ما تأذي الجهاز بتاعك. هنا حطينا المانجا بتاعتنا زي ما انتم شايفين في الكبة. انا هستخدم النهارده الكبة فيها ميزة ان انا يعني بحط الكمية كلها على بعضها، ما بحتاجش ان انا اقسمها على مرتين زي الخلاط ده. الكلام ده لو الخلاط عندك ضعيف. بصوا لحد ما بتتفرم معايا، بتاخد قوام كويس كده اهو زي ما انتم شايفين. يعني مش القوام طبعا اللي انا عايزاه، لا، انا عايزاها بس ان هي تتفرم اهو. بصوا هي بقت ايس كريم اصلا من غير ما اعمل لسه اي حاجه. هنا على كل ربع كيلو بنحط معلقه معرمه كريم شانتيه. يعني انا كميه المانجا دي كيلو الا ربع، هحط عليها 3 معالق معرمين كريم شانتيه اهو زي ما انتم شايفين كده. لا حطينا لا ميه ولا لبن، خلي بالكم من النقطه دي. هنا المكون التاني اللي هنحطه بعد الكريم شانتيه، هحط معلقه معرمه اللي هو اللبن البودر اهو. يبقى كده 3 كريم شانتيه. طبعا احنا قلنا الكميه كيلو الا ربع، 3 كريم شانتيه و1 لبن بودر. هنحط في حدود نص كوبايه من الحليب المكثف. ده بقى اللي هيديك المطه وهيديك الطعامه وهيديك الجمال. يا جماعه انا بعمل لكم ايس كريم اللي هي من الماركات العالميه، يعني مش الايس كريم اللي بتباع، يعني ربنا يرزق الجميع، مش الايس كريم الشعبي، لا، ده الايس كريم العالمي اللي هي ماركه عالميه خطيره فظيعه. بصوا القوام، شايفين القوام، شايفين المطه. بصوا احنا لسه ما عملناش حاجه اهو. بصوا عامل ازاي، الله اكبر عليه، خطير رهيب فظيع. اظن اللون بتاعه مش محتاجين نزود لا لون اصفر ولا حاجه. انا بطبيعتي ما بحبش الالوان الصناعيه، يعني فين وفين انا بحطها على اي حاجه، فانا مش هحط اي الوان عليهم بصراحه، هسيبهم بالوانهم الطبيعيه الجميله دي. انا دقته دلوقتي المانجا عندي مسكره قوي، فانا حسيت ان هي مش محتاجه، انا بالنسبه لي مش محتاجه سكر خالص، بس انا حطيت معلقتين 2 بس كفايه اللي هو سكر بودر عليها عشان تبقى مظبوطه. يعني هي انا لما دقتها هي كانت سكر خفيف، بس كانت بالنسبه لي جميله، عشان الاطفال تبقى بالنسبه لهم حلوه. حطيت عليها كمان معلقتين سكر بودر اهو. كده الايس كريم المانجا معانا، الله اكبر عليه، خلص. احلى لون، احلى قوام، احلى طعم. بصوا شايفين المطه دي، شايفين الجمال ده، الله اكبر، الله اكبر يا ام عمر. بسم الله ما شاء الله. بص بقى هنعبيه في علبة تلاجة كده على طول على الفريزر، يعني الحاجة اللي تخلص معاكي على طول على الفريزر، ما تقفيش ولا تستني. ليه بقول لكم ان ده ماركة عالمية؟ لان انا دخلت على مصانع كبيرة وشفت الطرق هناك ما بيدخلوش خالص لا لبن ولا مية ولا اي حاجة، والايس كريم بيتعمل بفواكه طبيعية زي ما انا عاملة كده بالملي، تمام. وباعلى طبعا ماركات اللبن واللبن بودر، واعلى ماركات اللي هي بتاعت الكريم شانتيه. عشان كده العلبه بتاعتهم بتتباع باسعار خرافيه، وهم يعني اسعارهم بتبقى خرافيه. انا عملت لكم نفس الطريقه بالملي بالفواكه الطبيعيه، باعلى ماركات لبن بودر، باعلى ماركات كريم شانتيه، وعملت لكم علب ياما هنملى بها الفريزر بتاعنا وهنفرح ولادنا بكل الاطعمه، وما تكلف يعني الموضوع كله ما كلفناش حاجه كبيره يعني. بسم الله ما شاء الله، يعني عملنا اعلى حاجه واجمل حاجه بابسط طريقه، وعلى قد ايدينا برضه، يعتبر على قد ايدينا ان التكلفه مش عاليه اول حاجه. وادي الخوخ بتاعنا كمان ادينا له الفرمه لحد ما اتفرم في بعضه كده. طبعا لسه ما خدش القوام الكريمي اللي انا عايزاه، بس انا بقى اللي هيديه بقى القوام المطلوب هو الكريم شانتيه، اللبن البودر اللي احنا بنحطه زي ما انتم شايفين نفس الطريقه، 3 كريم شانتيه 1 لبن بودر، لان انا الكميات كلها واحده، كله كيلو الا ربع اهو. وكمان نص كوبايه حليب مكثف اهو. كله الطريقه واحده حبايبي، ان شاء الله هيطلع معاكي اعلى نتيجه. انت لو عندك فاكهه مخزناها في البيت هتوفر عليكي كتير، مش تحتاجي غير معلقتين، معلقه لبن بودر ومعلقتين او 3 اللي هو الكريم شانتيه بس، وهتعملي احلى ايس كريم لاولادك من البيت. هنا بقى علشان خاطر طبعا الخوخ انتوا عارفين بيبقى ميزز شويه، مش بيبقى زي المانجا مسكر، فانا حطيت بدل المعلقتين حطيت 4 معالق لبن بودر، وممكن تحطي 5 على حسب انت احتياجاتك ايه. كده ال4 معالق دول بالنسبه للخوخ او لكميه الخوخ دي كانوا مظبوطين قوي قوي قوي، وكان طعمه مش طبيعي، تحفه فظيع. هنا برضو جبنا العلبه بتاعتنا اهو. شيل بس السكينه كده عشان نصب الايس كريم بتاعنا.
جمال الخوخ ان هو عامل زي التوت، يعني فيه اللي هي القشر بتاعه عامل اللي هو الفص الاحمر كده فيه، مخليه شكله يجنن يعني شكله جميل قوي، تحس ان هو متزين طبيعي سبحان الله. في الاخر وانت بتعمليه بولات تلاقيها كده منقرشه كده باللون الاحمر كده، شكل البوله يجنن. وعلى فكره الخوخ من الحاجات الطعمه قوي وليه مزازه وليه ريحه معينه كده، بجد كل فاكهه وليها ميزتها وليها طعمها وليها ريحتها اللي مخليها يعني لكل واحد بيبقى ليه نوع معين من الايس كريم من الفواكه بيبقى مميز بالنسبه له. هنا هنعمل الكانتالوب. طبعا انا الكانتالوب بصراحه انا هختصره علشان الوقت، انا ما توقعتش ابدا ان الفيديو ياخد يعني وقت طويل كده. حتى اللي هو الحليب المكثف انا مصوراه، بس انا ما رضيتش احط طريقته في الفيديو لما حسيت ان هو طول زياده عن اللزوم. فان شاء الله في يوم هنعمل تشكيله من الصوصات وهنعمل معاها الحليب المكثف، وكل الطرق دي هتبقى متسجله معانا ان شاء الله في فيديو لوحدها باذن الله. فبالنسبه للكانتالوب احنا هنختصره، طبعا هو هيتعمل بنفس الطريقه، اللي هو هيتفرم، هيتحط عليه التلاتة كريم شانتيه، 3 معالق كريم شانتيه كبار، معلقه لبن بودر، 3 معالق او 4 معالق سكر على حسب الكانتالوب بتاعك مسكر او ميع شويه، يعني على حسب الفاكهه نفسها سكرها عالي او سكرها هادي، انت بتحط نسبه السكر بتاعتك. كده احنا خلصنا كمان الكانتالوب اهو. العلبه اتملت بسم الله ما شاء الله، والفايض حطيته في علبه صغيره جميله قوي. العلب دي لما تعمليها برضو كده للطفل ياخد علبه على بعضها كده وياكل منها تحفه. تعالوا بقى نلملم الدنيا كده مكان ما خلصنا وعملنا اجمل واحلى ايس كريم طبيعي اوريجينال، مفيش فيه اي حاجه غير فواكه طبيعيه ما شاء الله عليه وعلى جماله. تعالوا انا لسه بقول لكم انا دخت على فراوله، تعالوا بقى مع اقول لكم ان هنعمل النهارده اجمل ايس كريم فراوله خرافي. هعمله لكم بطريقه يتدرس، كريمي فظيع طعمه ملهوش حل وفي منتهى السهوله. دي نص كوبايه ميه مغليه حطيت عليه دوبت فيها باكت كامل جيلي فراوله وركنتها كده على ما نجهز هنشوف هنعمل ايه. ده انا حطيت حاجتين بس، نص كوبايه اللي هو الكريمه الباستري وكوبايه كريم شانتيه ومعاهم معلقتين 2 لبن بودر، تمام. وادي كوبايه ميه متلجه، انا خدت التلج اللي في الكوبايه وحطيته على الميه المغليه اللي حطينا فيها الباكت الجيلي عشان تهدى شويه، عشان هنحطها على الكريم شانتيه بعد ما نضربه دلوقتي وياخد الشكل الكريمي. انا ليه حطيت معلقتين سكر مع الكريم شانتيه؟ علشان الكريم شانتيه معايا خام بدون سكر. هنضيف عليه دلوقتي النص كوبايه الباقيه اللي هي الحليب المكثف. شوفوا بقى الايس كريم الكريم شانتيه لما كنت بضربه دلوقتي كان قوامه ايه، وبعد الحليب المكثف هيبقى قوامه ايه. شوفوا شايفين بقى القوام ده، بصوا عمل ازاي، بصوا لف ازاي على المضرب، بصوا القوام ده، بصوا عمل ازاي، خد المطه خطيره. هنا بقى هنحط، هنا كان بارد خالص بكم قطعه التلج اللي انا حطيته عليه، بصوا لدرجه ان هو بدا يمسك من تحت. خلي بالكم علشان الجيلي فيه جيلاتين، فالجيلاتين ده هيساعدك على ان يبقى القوام معاكي يمسك بسرعه اهو. هنا هروح ماسكاها كله ضرباه في بعضه زي ما انتم شايفين كده. واخر حاجه احطها كيس فانيليا. يا سلام يا سلام على ده بقى بولة ايس كريم، احلى ايس كريم اتعمل، خطير رهيب ملوش حل وفي منتهى البساطه والسهوله، ويعني في ثواني عملنا احلى علبه ايس كريم. انتوا عارفين الكرنفاليتا، ايس كريم الكرنفاليتا اللي هي العلبه اللي بتبقى 500 جرام دي تقريبا، اللي دلوقتي الله اعلم سعرها الخرافي كام. شويه الايس كريم اللي احنا عاملينه بالكيس الجيلي ده يقول لي العلبه دي شوفي لك ركن كده واقعدي على جنب. ايه الجمال ده، ايه النعومه وايه القوام ده، فظيع خرافي يا جماعه ملوش حل. يعني انت لو ما عندكيش فواكه طبيعيه بكيس جيلي سواء بقى فراولة او اناناس او الطعم اللي تحبيه واعمليه بالطريقة دي وحطي العلبة في الفريزر وكلي وانبسطي انت والولاد بألف هنا وشفا. هنا احنا خلصنا الايس كريم بتاعنا الطبيعي الجميل، بنرتب بس كده حوالينا وكله طبعا اتحط في الفريزر من بالليل للصبح. الايس كريم بتاعنا بيتحط لازم يبات ليلة كاملة في قلب الفريزر بتاعك، فانا حطيته دلوقتي في الفريزر لحد ان شاء الله الصبح كده، ونيجي بقى نعمل البولات بتاعتنا ونشوف الدلع كله ان شاء الله ونزينه بالشوكولاتات والبسكوتات والحاجات اللي احنا جايبينها دي. هنا بقى جبنا تاني يوم الحاجة بقى من الفريزر، بصوا القوام بتاعها وبصوا النعومة والجمال وبصوا البولات حلوة والوانها جميلة جدا. وسبحان الله اجمل ما في الموضوع ان حاجات طبيعية، فواكه طبيعية امنه انك تاكلي ولادك واحفادك اذا كنا يعني عندك احفاد حد كبير زي كده يعني اقصد
وتأكليه من طبعًا حاجة بياكل فاكهة طبيعية، بياكل كل حاجة جميلة ونضيفة، لا مواد حافظة ولا حاجة أي حاجة، وطعم بقى فرق السما من الأرض، يعني الطعم اللي إحنا عاملينه فرق السما من الأرض، بينه وبين اللي برّه اللي كله ألوان صناعية ومواد حافظة، إحنا بنعمل حاجات طبيعية مليون في المِيّة. بُصّوا بقى أنا هاوريكم هنا دول الفواكه الطبيعية ال3 اللي جنب بعض، بُصّوا بقى ده اللي معمول بالجيلي مش ممكن على قوامه وعلى جماله وعلى نعومته، خطير. في حد يقول لي هو لازم النُص قدّر ما عنديش باستري، كريمة الباستري، لأ عادي، أنتِ ممكن تحطي الكوباية ونُص كريم شانتيه عادية، أنا باحب الباستري لإن الباستري بيدّيكِ طعم القشطة، مش أكتر من كده. شايفين بقى الجمال ده؟ إيه الحلاوة دي؟ إيه الجمال ده؟ لا منافس، لا منافس. ما فيش منافس في الكلام ده، تحفة. إيه يا أم عمر جريتِ ريقنا، الدنيا حر مش معقول كده يا شيخ. اتفضلوا يا جماعة ما فيش حاجة تغلى عليكم، كله بألف هنا وشفا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، ألوان روعة وقوام روعة وشكل البولات فظيع. يلا بقى نزين. بص بقى بالنسبة للتزيين بتاع الآيس كريم ممكن تزينيه بالصوص الشوكولاتة وصوص الكراميل وصوص الفراولة، بالشوكولاتة اللي هي الشوكولاتة الناعمة اللي أنا بحطها دي، والبولات الشوكولاتة اللي هي الكور الصغيرة دي، أو مثلا السوداني المجروش، البسكوت الصوابع اللي هو ملفوف بالشوكولاتة اللي هو الويفر ده. يعني التزيين الايس كريم بكذا شكل وبكذا طريقه، وبصراحه من الحاجات اللي كانت في دماغي ونسيتها وانا عند العطار اللي بجيب منه حاجه الحلواني دي، نسيت خالص البسكوت الويفر. يعني البسكوت الويفر كان من الاساسي ان انا اجيبه مع الشوكولاتات دي، مع البسكوتات اللي انا حطاها اللي هي الشوكولاته الكور الصغيره دي. كنت عايزه ايه في كل بوله 70 بسكوت ويفر كده اللي هو البوم فيه شوكولاته مع الايس كريم بصراحه، عشان هيدي شكل جمالي فظيع وفي نفس الوقت الولاد بتموت فيه. قلت ما ازعلش بقى، مفيش مشكله، احنا كده كده في الصيف وكل كام يوم هنعمل حاجه حلوه زي كده صيفي، اللي احنا نسيناه النهارده نفتكره المره الجايه ان شاء الله. شوفوا بس خلينا مع الجمال ده، سيبنا بس من البسكوت والتزيينات، خلينا مع الاصل. تعالوا بصوا بقى، بصوا القوام ده، بصوا يا جماعه، الله اكبر. شايفين النعومه دي اللي هي الفراوله اللي هي اللي معموله بالجيلي. بصوا بقى المانجا، بصوا ما تقلش عنها نعومه وجمال. ايه ده؟ ولا الطعم، يعني انتوا شايفين المنظر، الطعم بقى فظيع. بصوا ده الخوخ ريحته وطعمه فظيع فظيع بجد، والاناناس خرافي، الاناناس طعم قوي 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 وريحته حلوه. طبعا الفواكه دي على حسب انت بتحبي ايه، يعني انا هنا المانجا والفراوله والخوخ الاناناس، في اللي بياكل ده وفي اللي بياكل ده. يعني انا مثلا اسر يقول لي لا حطي لي مانجا وفراوله بس. والشوكولاته ان شاء الله المره الجايه بقى هنعمل انواع حلوه جدا جدا جدا، انا هخليها لكم مفاجاه. واحفادي حبايبي في القاهره من امبارح عند جدتهم مامتهم هيشوفوا الفيديو، هيتصلوا على باباهم تعالى خدنا حالا، لازم تاخدنا لتيتا عشان ناكل ايس كريم الجميل اللي تيتا عامله لنا ده. ربنا يخلي اولادكم وكل الاولاد يا رب العالمين. انا عندي يحيى اصغر حفيده عندي، كل ما يشوفوا وشنا اي كيم عايز اي كيم. تعالى يا قلبي عملت لك كل انواع الاي كيم اللي انت تحبها، وربنا يا رب يحفظهم اهم حاجه ويخليهم ويبارك فيهم ويرزقنا برهم ويسترها عليهم وعلى اولادنا وكل جميع اولاد المسلمين، اللهم امين يا رب العالمين. كده حبايبي احنا خلصنا اجمل واحلى ايس كريم بالفواكه الطبيعيه باحلى واسهل طريقه لاولادك لضيوف عندك، يعني في الحر وفي الصيف ده بصراحه حاجه فخمه جدا وهتشرفك. وانت كمان ممكن زي ما قلت لكم طرق التزيين كتير، ممكن تزينيها بشكل وبطريقه احلى من كده مليون مره. وانا قلت لكم الافكار وانتوا عيشوا بقى بالف هنا وشفا حبايبي. يا رب يكون الفيديو عجبكم، واحلى لايك لام عمر، اوعوا تنسوه علشان الكل يستفيد ان شاء الله. وما تنسونيش في دعوه حلوه من قلوبكم الجميله، الدعوات اللي بتسعدني وبتشرح قلبي، ربنا يسعدكم ويسعد ايامكم. واوعوا تنسوا اخواتنا في فلسطين بالدعاء، يعني احنا لا نملك لهم الا الدعاء، الله ينصرهم، الله يقويهم على ما بلاهم. استودعكم الله، بدأناها ببسم الله والصلاة على رسول الله، وننهيها ببسم الله والصلاة على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله.